خلّصنا مراجعة الوحدة الأولى ودرس الصناعة، شغلانة الصناعة. أي دولة متقدمة تشتغل في الزراعة والّا في الصناعة؟ أكيد الصناعة، يبقى بالتالي عندي الصناعة هي أساس التنمية الاقتصادية، أساس الاقتصاد هي الصناعة، جميل، جميل. كل دول العالم بتصنع، معظم دول العالم بتصنع، أوكي، تمام، جميل. ولكن بتختلف الصناعة بقى بدولة من دولة تانية، إزاي؟ بُص، أي دولة بتصنّع مثلًا قلم، دولة بتصنّع عربية، طيارة، أوكي، يبقى عندي الصناعة بتختلف أول حاجة في نوعها، إذا كانت خفيفة شبه القلم أو تقيلة شبه الطيارة والسيارات وهكذا، جميل، جميل. إيه كمان تاني؟ عندي مثلًا دولة ممكن تصنّع مثلًا بنطلون، البنطلون ده فيه مثلًا دولة شبه دولة مصر، بنطلون مصري والّا بنطلون تركي؟ تقول لي مثلًا لأ التركي أنضف، بالضبط، يبقى الجودة، جميل، جميل. ممكن دولة تصنّع 100 بنطلون، دولة تصنّع التانية 50 بنطلون، يبقى الكمية بتاعتها، يبقى أنا عندي الصناعة بتختلف من مكان للتاني بناءً على 3 حاجات، نوعها، تركُّزها، جودتها، يبقى أنا عندي الصناعة بتختلف من مكان للتاني بناءً على إيه؟ نوعها، جودتها، وتركُّزها، جميل، جميل. بُص معايا، لو أنا دلوقتي عندي عربيتين، أيوه يا مستر بقى دلّعني بقى، عندك عربيتين، أقول لك والله ولا أي حاجة، ما فيش الكلام ده خالص. المهم عندي عربيتين دلوقتي، أوكي، نعتبر مثلًا عربية اللادا اللي هي شبه التاكسي، وعربية BM، جميل، جميل. وحاجة أقول لك طبعًا أنهي أحلى؟ تقول لي الBM لادا دي مصر، BM أكيد طبعًا أكيد. طب نعتبر إن اللادا مصري، نعتبرها إن هي مصري، والBM ألماني، يبقى أنت دلوقتي تستنتج أنهي دولة هتكون متقدمة أكتر؟ مصر والّا ألمانيا؟ قُلت له: "مصر أكيد ألمانيا." يبقى أنا عن طريق المنتج اللي هي العربية الBM عرفت دلوقتي إن دولة ألمانيا دولة متقادمة، ييجي يقول لي: "تُعَد الصناعة مقياس لتطور الشعوب." طب هل دولة ألمانيا وهي بتصنع الBM صنعتها في ثانية والّا ثانية؟ تقول لي: "مصر لأ." دي قعدت تمسك ورقة وقلم وتعمل رسمة للعربية وتفضل تشخبط وتعمل رسمة تاني من أول وجديد وتشخبط وتعمل رسمة، فتعمل أبحاث وتجارب وتحط الفانوس وتحط الكراسي بتاعة العربية والفوانيس بتاعة العربية والمرايات بتاعة العربية شكلها إيه وهكذا، بدأت إن هي تعمل تجارب كتير. طب هاسألك سؤال، هل العربية الBM موديل 2010 زي 2026 تقول لي لأ بس بتاع 2026 أحدث، أجمل، أكيد أجمل، هاقول لك بالضبط، دي إجابة السؤال. هو السؤال ده مثلًا يقول لك الصناعة تُعَد مقياس لتطور الشعوب، هتقول له إيه؟ هتقول له حيث أن الدول المتقدمة، يبقى تقول له أن الدول المتقدمة تستخدم الأساليب العلمية والأبحاث والتجارب وتطوير المنتجات، ده اللي أنا عايزه بس في الإجابة دي. يبقى تاني، إزاي الصناعة بتقيس تطور الشعوب، حيث أن الدول المتقدمة هي مالها؟ مالها الدول المتقدمة؟ تستخدم الأساليب العلمية زائد الأبحاث زائد التجارب وتطوير المنتجات، جميل، جميل. المهم عندي بعد كده الكلام الابتدائي، إيه هو الكلام الابتدائي ده يا مستر؟ والله كنت عايز تعرفه ليه ما هو الكلام الابتدائي، هو أي تلزيقة وخلاص. مقومات الصناعة، عشان خاطر أصنع محتاج مقومات طبيعية ومقومات بشرية. عايز أصنع القطن، يبقى أنا عندي مادة خام، تمام، سوري، عايز أصنع الهدوم باصنعها من القطن، أوكي، يبقى القطن ده مادة خام، جميل، جميل. مادة خام إيه؟ القطن مادة خام كده مصدر زراعية. طب ثانية، عايز أصنع عربية من الحديد يبقى مادة خام معدنية. عايز أصنع شنطة جلد، يبقى الجلد من الحيوان يبقى مادة خام حيوانية، يبقى أنا عندي أول حاجة من المقومات الطبيعية المادة الخام، سواء كان المادة الخام دي معدنية، زراعية، حيوانية. إيه كمان تاني؟ مصادر الطاقة، الموقع المتميز، دي كده المقومات الطبيعية للصناعة، ماشي؟ نيجي بعد كده على المقومات البشرية، عشان خاطر أصنع، مين اللي بيصنع؟ اللي مصدر الناس، يعني الأيدي العاملة، يبقى باحتاج لأيدي عاملة. إيه كمان تاني؟ تقول لي مستر ما في فلوس، عشان خاطر أصنع محتاج فلوس كتمنص money، تمام، من غير الفلوس ما فيش أي حاجة، كله بالفلوس، حب بالفلوس، عيشة بالفلوس، كله بالفلوس، كله بالفلوس، بالضبط. ماشي، يبقى أنا عندي أيدي عاملة، توافر رأس المال وتوافر الأسواق، توافر أيدي عاملة، رأس مال وأسواق، جميل، يكون عندي تطور علمي بقى وتكنولوجيا وكده عشان أعرف أصنع حاجة كويسة. السياسات الحكومية، إيه هي السياسات الحكومية اللي هي علاقات الدول ما بينها وبين بعضيها، دي كده المقومات الطبيعية والمقومات البشرية للصناعة عشان خاطر إن أنا أقدر إن أنا أصنع، أوكي، تمام. ندخل بعد كده على الأقاليم الصناعية، ركّز بقى معايا، بس قبل ما نتكلم على الأقاليم الصناعية بيقول لك إن في دول نامية أو كانت نامية بتحاول إن هي توصل للدول المتقدمة، عندي زي 3 دول، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، كده مصر تبقى دولة متقدمة، أقول لك سمي الله كده وسيب على الله إن شاء الله، 2100 بإذن الله، يا مسهل. المهم عندي الأقاليم 4 أقاليم،
واحدة، واحدة بقى. يعني إيه مستر كلمة 4 أقاليم أو يعني إيه كلمة أقاليم أصلًا؟ هاقول لك بُص، أقاليم يعني إحنا هنبدأ إن إحنا نتكلم عن المناطق اللي فيها صناعة، كلمة منطقة كاملة فيها صناعة، عندي كام إقليم؟ عندي 4 أقاليم، 4 أقاليم، واحدة، واحدة. مش هنمشّيها بالترتيب، مش هامشّيها بالترتيب، نبدأ أول حاجة بإقليم تمام، اسمه إقليم روسيا وأوكرانيا. إقليم روسيا وأوكرانيا، واحدة، واحدة بقى. إقليم روسيا وأوكرانيا. إيه عاصمة روسيا؟ ومعلومة عامة، عاصمة روسيا موسكو. طب ثواني، بُص كده إقليم روسيا وأوكرانيا موجود فين على الخريطة؟ فين الخريطة؟ أهي، جاية الخريطة، جاية أهي خريطة، أهي، أهي، خريطة أهي، تمام؟ ده كده أهو إقليم روسيا وأوكرانيا أهو، ده كده إقليم روسيا وأوكرانيا، ما بين آسيا وما بين أوروبا. طب ثواني، فاكر الترم الأولاني كنت واخد أنت يفصل ما بين آسيا وأوروبا إيه؟ تقول لي مستر جبال إيه؟ الأورال. يبقى أنا دلوقتي نرجع بقى لورا بقى، نرجع بقى للحتة اللي ورا. إيه هي الحتة اللي ورا يا مستر؟ أهو، راحت فين؟ يا هانم، أيوه، أيوه، أهي جات. جت إقليم روسيا وأوكرانيا يا باشا، تمام. إقليم روسيا وأوكرانيا موجود فين؟ هاقول لك موسكو وأورال. يبقى لو جه قال لك إقليم يوجد في موسكو وأورال تقول له إقليم روسيا وأوكرانيا. طب إقليم يوجد في شكل مناطق متباعدة، برضه روسيا وأوكرانيا. ده كده إقليم روسيا وأوكرانيا كده عشان نلخص الدنيا. عندي بعد كده تمام، إقليم شرق آسيا، تمام. إقليم شرق آسيا. شرق آسيا مين يا مستر الدول اللي بتصنّع؟ هاقول لك في إقليم شرق آسيا عندي 3. مين هم ال3؟ بُص، شرق آسيا عندي الصين، اليابان، وكوريا. يبقى عندي صين، يابان، وكوريا، صين، يابان، وكوريا. فين في اليابان؟ في جزيرة اسمها جزيرة هونشو. يبقى روسيا، أوكرانيا، موسكو والأورال في المناطق المتباعدة. إقليم شرق آسيا، صين، يابان، وكوريا. فين في اليابان؟ في جزيرة اسمها جزيرة إيه؟ هونشو. أوكي، جزيرة هونشو. كده اتكلمنا عن إقليم شرق آسيا، أوكي، واتكلمنا عن إقليم روسيا وأوكرانيا. أوكي، تمام. ندخل بعد كده على تالت إقليم وهو إقليم شمال شرق الولايات. إقليم شمال شرق الولايات ده مين أقوى دولة في العالم؟ دولة الولايات، فبالتالي إقليم شمال شرق الولايات ده أكبر الأقاليم الصناعية في العالم، أكبر الأقاليم الصناعية في العالم. طب يوجد فين؟ يوجد في البحيرات العظمى. كنا واخدينها الترم الأولاني. أوكي، شمال شرق الولايات فيها البحيرات إيه، العظمى. المهم بيصنّعوا هناك بقى هي طبعًا دولة الولايات بتصنّع إيه، سيارات، على طيارات، على أجهزة بقى، حاسوبات بقى ولابتوب وكده. بيصنّعوا برضه صناعات استهلاكية اسمها استهلاكية عشان الشعب بيستهلكها كتير، السكان بيستهلكوها زي إيه، أكتر حاجتين الإنسان بيستهلكهم هم إيه، الأكل والهدوم. لا هتقعد من غير أكل ولا هتقعد ماشي من غير لبس خالص، فبالتالي أكتر حاجتين الأكل والهدوم. دي صناعات اسمها صناعات استهلاكية. جميل، جميل. آخر إقليم عندي يبقى إحنا كده اتكلمنا عن إقليم إيه؟ اتكلمنا كده عن إقليم شمال شرق الولايات، روسيا وأوكرانيا، وإقليم شرق آسيا. آخر عندي إقليم وهو إقليم غرب ووسط أوروبا. بس قبل ما آخد إقليم غرب ووسط أوروبا تعالَ كده بُص معايا، نعرفهم على الخريطة. بُص، هنا عندي إقليم روسيا وأوكرانيا أهو، جميل، أهو، نُص آسيا ونُص في أوروبا. عندي كده هنا إقليم غرب ووسط أوروبا أهو. هنا إقليم شرق آسيا اللي هو إيه، الصين، كوريا، واليابان. عندي هنا إقليم شمال شرق الولايات، كنا واخدين هنا الترم الأولاني زي ما قُلت لك حتّة اسمها إيه، البحيرات العظمى. دُولة كده ال3 أقاليم، أوكي. آخر إقليم هنتكلم عليه تمام، هنتكلم عن إقليم غرب ووسط أوروبا اللي أنا لسه موريه لك على الخريطة. بُص، إقليم غرب ووسط أوروبا ده بيضم عندي دول متقدمة في أوروبا، دولة بريطانيا، ودولة فرنسا، ودولة ألمانيا. بُص بقى وركّز في الحتّة دي معايا، بريطانيا وفرنسا وألمانيا هم ال3 عاملين شِلّة مع بعض. إزاي؟ أنت وأصحابك عملتوا شِلّة، عاملين الشِلّة ليه؟ عشان لو كل واحد عنده مشوار الصبح يحضّر الطقم من التاني. إزاي؟
واحد يبقى عنده جزمة يدّيها للتاني، التاني عنده نضارة، التاني عنده جاكيت هكذا، فبالتالي بنكمّل بعضينا في الطقم. أهو دول أوروبا بقى عاملين شِلّة ولكن مش هيكمّلوا الطقم، أُمّال هيكمّلوا بعض بقى اقتصاديًا، الدولة دي محتاجة كذا خُدي، الدولة دي محتاجة كذا خُدي، جميل؟ يعني مثلًا نفترض إن دلوقتي دولة ألمانيا عايزة تدخّل العربية الBM عند فرنسا، عادي أهلًا وسهلًا تعالَ. طب ثواني، دولة ألمانيا وهي بتصنّع العربية الBM ناقصها فانوس من العربية تاخده من فرنسا عادي، أوكي؟ يبقى دلوقتي ال3 دُولة عاملين حاجة اسمها الوحدة الاقتصادية، لو سمحت ركّز معايا جات في امتحان السنة اللي فاتت وامتحان 2022. يبقى ال3 دول دُولة عاملين شِلّة مع بعض، الشِلّة دي اسمها وحدة اقتصادية، تمام؟ طب ثواني، عملوا الشِلّة مع بعض ليه؟ عشان يكمّلوا بعضيهم، يبقى حقّقت التكامل الاقتصادي، جميل؟ حقّقت التكامل الاقتصادي. طب ثواني أنا لسه قايل لك دلوقتي، لو دولة ألمانيا عايزة تدخّل العربية الBM عند فرنسا وبريطانيا، الدولتين مش هياخدوا منها فلوس خالص. إيه ده بجد؟ هاقول لك آه، مش هياخدوا منها جمارك وهكذا. دولة بريطانيا لو عايزة تدخّل حاجات عند فرنسا وألمانيا تقدر إن هي تدخّلها عادي، مش هياخدوا جمارك خالص. يبقى دلوقتي ال3 دول في ما بينهم وحدة اقتصادية، الوحدة الاقتصادية أدِّت إلى التكامل، وبيحموا بعض جمركيًا، مش بياخدوا خالص رسوم من بعض ولا جمارك ولا فلوس، ما فيش money ما بينهم خالص. واللي بينظّم العلاقة ما بين ال3 هيئة اسمها هيئة الاتحاد الأوروبي. يبقى هيئة الاتحاد الأوروبي بتنظّم العلاقة ما بينهم هم ال3، أوكي؟ تمام؟ يبقى بريطانيا وفرنسا وألمانيا عاملين وحدة اسمها الوحدة الاقتصادية بتؤدي إلى التكامل في الجوانب الاقتصادية، أوكي؟ وبيحموا بعض جمركيًا واللي بتع واللي بتضبّط العلاقات ما بينهم هيئة اسمها إيه؟ هيئة الاتحاد الأوروبي، أوكي؟ تمام؟ في حاجة صعبة كده؟ كده إحنا عرفنا أماكن الأقاليم، تمام، وعرفنا كل حاجة عن درس الصناعة، وبكده نكون اتكلمنا النهارده عن 4 دروس ب4 شغلانات: الزراعة والرعي والصناعة والتعدين، وكده نكون خلصنا مراجعة الوحدة الأولى. شد حيلك يا بطل، أي حاجة أنا معاك، تمام، وأشوفك على خير في حصة جديدة. السلام عليكم.